السماء تسأل الأرض لماذا تبكي وهي لديها ما تبكي عليه. الموجود مفقود والمفقود موجود. بدايات تنتهي لتبدأ من جديد وإنها لحياة. والآن مع أستاذ مدرسة الحياة، المفكر الأشمل، العاقل الأكمل، سلطان العلم، جهبذ العلماء، صاحب مدرسة الدراسات الشمولية الكونية والتكوينية والعقد الاجتماعي الأوحد للربط بين كافة المواد بالروح، محمد محمود إسماعيل العربي. وقصيدة أمي. أمي يا مية جارية في قلبي، قلب الغيط الشرائي، يا منورالي سكتي، يا كل حاجة في حياتي. أبدا أنا مش نسيكي، أنساك ازاي يا أحن الأمهات. انت اللي في قلب الدم والشريان، انت اللي عشانك بحارب العدوان، انت اللي عشانك نصرنا الله في حرب رمضان. ولو ما كانش سلام ليكي في الجواب مكتوب، مش يبقى انا الغلطان، يبقى الألم غلطان. آيات من الذكر الحكيم من كتاب الله العظيم القرآن الحكيم، يتلوها قراءة العاقد المفكر الذاكر الشاكر محمد محمود إسماعيل العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الإنسان، عجيب الدنيا وأعجب ما فيها الإنسان. تراه يجري ويضحك، في لحظة مات. صنع، زرع، أثمر، لم يثمر، في لحظة مات. في أي وقت معرض للممات، كسب، نجح، خسر، فشل، معرض للممات. حتى الكلمات، كلامه أيضا بعد وقت من موته هو الآخر مات. الذكر، يقولون الذكر، والذكرى للإنسان كالإنسان حين يضحك أو يبتسم ثم يفاجئه نبأ مؤلم، تختفي الضحكة أو الابتسامة ولا تبقى لها أثرا أو علامة. الإنسان لو يعرف الإنسان نفسه لسانه فقط، وبعد الممات لا لسان ولا لسان.
سبحان